سبب قتل سائح جزائري في تونس. اسمع الحقيقة من عند واحد تونسي يحكي لكم الحقيقة ويشهد على الناس اللي يبيعوا الحوت. الراجل هو ولد مشاو لمرشي الحوت في سوسة، ولده الصغير مس كعبة حوت كبيرة اللي هي الذناني مسها بصبعه هكا، جاسي الحشاكم الممسخ اللي مش راجل، الحيوان الشرذ الكلب ابن الكلب هذاك اللي يبيع في الحوت يحسب روحه ديما حاشا الشرفاء الحوات ديما يحسبوا روحه، ونحن وقت تنقري واو 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 واو. يشهد على الناس اللي يبيعوا الحوت في سوسة، قال لك حاشا رجال. حتى انا نقول لكم حاشا رجال، باسكو باش تقولوا دوكا الفتنه والفتنه بيان سور كي يجي واحد جزائري سائح هو ولده ومرته وتقتلوه قدام ولده، معناتها ما تحكيليش على الفتنه. خلاص معليش نبعدوا على الفتنه يا ولدي، نقولوا ماشي جزائري، هذا نقولوا غير مسلم، جا من اي بلد مسلمه تقتلوه تما. والله العظيم ما حق عليكم نقولوا الصح. الناس اللي قتلوه، نهضر انا نوجه رساله للناس اللي قتلوه والناس اللي كانوا تما في المارشي. ما انا ما نقولش كاع التوانسه كيف كيما هادو، لا ما خصكمش واحد كيدير غلطه ما خصكمش تجملوا كاع الناس، باسكو كاين ولاد فاميليا، كاين ولاد الاصل، كاين اللي ما يبغوش الحقره، كاين اللي ماشي حقارين، كاين اللي جزائريين داروهم على الراس والعين. ما خصناش نكذبوا، بصح هذو اللي داروا هذا الشيء يتعاقبوا عقاب شديد من عند السلطات التونسيه، خصهم يتحملوا المسؤوليه. بارطاجيو الفيديو خاوتي باش الناس ما تنوضش تهضر غير هكا بوريا. السيد التونسي يحكي الحقيقه، وبارك الله فيكم، ربي يجيب الخير، الله يرحم السيد اللي مات ويصبر مرته واهله، وان شاء الله ربي يحلوا بيبان الجنه. والسلام عليكم.